تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى مكرونه بالوايت صوص او باستا زي ما انتوا بتقولوا عليها. زي ما انت تحبي تقولي عليها قولي عليها. النهارده هندلع نفسنا بطبق مكرونه تحفه تحفه تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال وفي منتهى السهوله وبسيط جدا ومبياخدش مننا وقت خالص. بس اهم حاجه، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، ما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. بجد تسلم ايديكم وعينيكم على اللي انتوا بتكتبوه، بجد حاجه كده في منتهى الجمال ومشرفه بجد. ولو اول مره تشتركي عندي قولي لي انت منين علشان اعرف ارحب بيكي، وان شاء الله نبقوا صحاب مش متابعين. يلا بقى نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا اللي هي ما خدتش مننا وقت خالص، بمسافه 10 دقايق هتعملي. هجيب حله واحط فيها معلقتين من الزيت بس كده كبار، وبعد كده هحط 3 معالق ل 4 معالق دقيق على حسب الكميه اللي عندك. انا هعمل كيسين من مكرونه فحطيت 4 معالق، فانت لو هتعملي اقل قللي كميه الدقيق طبعا. طبعا الزيت ممكن تحطي الزيت وسمنه زي ما انت عايزه، ممكن وزي ما اتفقنا ممكن تحطي زيت وسمنه برضو زي ما انت عايزه، ممكن زيت بس زي ما انت عايزه. حمري بقى الدقيق لحد ما ياخد اللون اللي انت شايفاه ده، ذهبي مش محروق، ذهبي مش محروق. وبعد كده انزلي باللبن واحده 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 علشان بس ما يجتلش منك. حاولي تقلبي بايد وتحطي بايد التانية. طبعا انت لو يعني عارفه تعملي الاتنين على طول ممكن تحطي اللبن كله وبعد كده تقلبي بسرعه زي ما انت حابه يعني. انا حطيت بقى يمة 4 كوبايات يعني كيلو من الحليب. وبعد كده هقلبه كويس. طبعا ممكن تزوديه كوبايه ميه لو حبيتي يبقى خفيف، لو ما حبيتيش زي ما انت عايزه. حطيت بقى اللبن يعني كيلو من اللبن على كوبايه على 4 معالق من الدقيق. بصوا يا جماعه هو لسه مكلكع، فاحنا هنفضل نضرب فيه ونلف فيه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يدوب خالص ويجمد معانا. انا مش هجمده، اللي هو اخليه يمسك جامد علشان دي مكرونه بالوايت صوص، احنا عايزينها كده جوسي ومفلفله كده في بعضها، مش عايزينها تبقى متماسكه. فهنعمل ايه؟ ان البشاميل اللي احنا بنعمله ده او الصوص اللي احنا بنعمله ده يبقى سايل شويه، مش هنخليه يمسك 100%. هحط بقى البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل، ورقتين من ورق اللورا صغيرين كده، والملح. ما حطيتش اي حاجه تانية. طبعا ممكن تضيفي اي نكهه تانية انت لو حابه، ممكن مرق الدجاج، اي حاجه انت تحبيها، لكن انا ما ضفتش اي حاجه تانية غير البهارات دي بس. بصوا يا جماعه اول ما يبقى قوامه سايل مش متماسك، هو ده قوامه بس معايا، مش هخليه بقى متماسك اكتر من كده. هطفي بقى عليه النار، وطبعا انتي كل ما بتسيبيه هيجمد اكتر، فعشان كده انا هسيبه سايل السوائل اللي انتوا شايفينها دي علشان لما احط المكرونه ما يمسكش معايا. هجيب بقى طاسه تانية. طبعا هاخد على قد كميه الطبق بتاعتي، اللي هي ازاي يعني، انا لو هعمل طبق فانا هاخد على قده يعني الصوص مع المكرونه. طبعا المكرونه سلقناها يعني سلقه الا ربع، يعني بصوا يا جماعه مسلوقه بس تحس انها فيها نشفان بسيط خالص، ما تخليهاش سوا كامل علشان ما تعجنش منك. قلبيها بقى في الصوص بتاعك ومتعيها بجد كده، فلفليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما بتاخدش وقت كتير على النار، هي دقيقة واحدة بس تقليبة على النار، لان احنا سالقين المكرونة كويس، والوايت صوص كمان احنا خليناه جوسي كده في بعضه. اي نوع جبنة عندك ممكن تحطي، انا حطيت اي نوع جبنة عندي. الجبنة ممكن اللي انت بتعملي بيها السندوتشات عادي، حطيت منها معلقة بتدي طعم خرافي. اي نوع جبنة هتدوبي فيها بجد. افضلي بقى قلبي فيها اول ما الجبنه تسيح معاكي. ممكن تحطي كمان معلقه قشطه لو حبيتي، لو مش عايزه الجبنه. لكن احنا عايزين المكرونه هعملها بطعم الجبنه. ممكن تحطي جبنه موزاريلا، ممكن تحطي جبنه شيدر، اي نوع جبنه اللي انت تحبيه المتوفر عندك حطيه. واول ما يتقلبوا كده في بعض وتلاقي الجبنه ساحت خلاص، شيليها بقى من على النار على طول، اللي هي ما خدتش عباره يعني وقت، بس دقيقه على النار، هو دقيقه ما تكتريش عن كده علشان طبعا ما تتمسكش معاكي وتبقى معجنه وطعمها مش هيبقى لذيذ خالص. بص بقى الجمال والحلاوه ومفلفله، مفيش بعد كده. كميه الجوس دي حاجه في منتهى الجمال. طبعا تنفعنا بقى في نص الليل كده جعانين يا جماعه، قمنا جعانين عايزين نعملوا اكل، هي دي هتنفعنا بجد. تحفه تحفه تحفه، وطعم الجبنه اللي احنا اضفناها في منتهى الجمال بجد. طبعا كده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير.